انا برضو شايف مثلا ان ابو تريكه المشكله كانت الدماغ اللي هو انا مش عايز اطلع بره مصر. انا اكيد مش عارف بس ده يعني لا بس توقعي انا يعني. بشوف ابو تريكه من مشكلته مش منتاليتي، مشكلته بقى اراءه الشخصيه، هو محبته هو للنادي الاهلي. انا بشوف ان ابو تريكه ده احسن لعيب جه في تاريخ مصر، كان لعيب مستوي لدرجه ان هو كان ممكن يطلع من الاهلي على مان يونايتد، فاهم قصدي؟ ايوه. انا ابو تريكه بالنسبه لي ده يعني كان عادي، كان هيبقى في الليفل بتاع زين الدين زيدان لو كان لعب في اوروبا. يعني انت شفت ابو تريكه بيلعب ضد البرازيل؟ دي حقيقه مش ايه ده؟ وما اظنش فعلا ان ابو تريكه كان مشكلته اللي هو لا ابو تريكه في خايف المنتال، يسافر لا ما بتاع، فيهوش، ما لا فيهاش. ابو تريكه ده تشوفه تؤمن ان الاسلام دين الله الصحيح. والله العظيم عارف اللعيب اللي هو ايه، هو ما بيخافش. ايه هيلاعب كريستيانو، هيلاعب ماكاليلي، هيلاعب سيدورف. انا بصراحه لسه هفضل مقتنع ان صلاح احسن منه. صلاح احسن من ابو تريكه انجازات طبعا. لا لعيب احسن. يعني انا لو عندي ماتش بكره دي اراء بقى، كده كده ناخد ابو تريكه على انيستا، يعني فاهم قصدي؟ ما دي اراء بقى. انت كده كبرته قوي برضه. لا يا عم انا بقول لك هو ابو تريكه عشان في الاهلي، فانت عمرك ما هتشوفه في الليفل ده.